السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني اول حبه الصغيرين دول. يلا عايزين بقى نتكلم النهارده في شويه مرتبات كده بمناسبه دخول الشتاء. ومرتبات اتعودنا عليها من زمان ونسيناها بسبب السوشيال ميديا والحاجات اللي بتطلع جديده، واحنا بننسى بقى القديم وكده، وبنقول خلاص راحت عليه. عايزه اقول لكم يا جماعه، حاولوا ترجعوا شويه للقديم، لمنتجاتنا القديمه الجميله اللي احنا اتعودنا عليها، اللي لقينا عليها امهاتنا والكلام ده كله. طيب، هنخش في الموضوع على طول عشان ايه ما نرغيش كتير زي كل مره. أول براند اتعودنا عليها من زمان كانت جلايسوليد. طبعًا شايفين العلبة دي خلصانة. دي يا جماعة بتغيب معاكِ جدًا، بتقعد معاكِ كتير. آمم هو تقيل جدًا، جدًا، عامل زي السمنة البلدي كده والسمنة يعني متجمدة كمان في الشتا. هاوريكم. طب خلّينا ده. أنا فاتحة العلبة التانية لإنه ساعات ما بيرضاش يفتح بجد. بُصّوا، بُصّوا هو تقيل لدرجة إيه، يعني تقيل أوي، أوي، أوي. بُصّوا عامل إزاي، تقيل أوي يعني. فإيه ما يعني ما أنا ما باحبوش أوي، ما باحبش إن أنا أحطه مباشر كده على جلدي، بس أنا باعمل كده قدّامكم عشان بس تشوفوا بيتدهن بصعوبة أوي، صعب. ماشي. طب أنا باعمل إيه فيه؟ أنا دايمًا باخده باعمل منه خلطة تانية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ممكن آخده أحطه في علبة تانية مثلًا فاضية، عندي علبة كريم فاضية، أحط شوية جليسرين، شوية مَيّة ورد، أي كريم عندي أنا مش باستعمله كتير، بدل ما أرميه فاقوم جاية حاطة من الكريم ده شوية كريم بنسونول، أي حاجة من دي. وتقلّبي وتعملي تخلّي قوامه خفيف شبه اللوشن كده، خلاص؟ وتستعمليه. هل لو حطيتيه على إيدِك كده وهو تقيل كده هيضرِّك؟ لأ مش هيضرِّك، بس أنا كلمة التلزيق دي حتّة، بُصّوا، بُصّوا إيدي بتلزق إزاي، حتّة التلزيق دي أنا ما باحبهاش، فأنا باحاول أخلّيه إيه، ملمسه خفيف ولطيف كده عشان أحبه وأكمّل فيه. طيب، حتى جايبة منه علبتين أهو، لإني باستعمله في وصفات كتير، كتير جدًا بصراحة. حلو وبيرطّب وكويس وكل حاجة، ونفسي إيه نرجع له كده ونرجع نبُص عليه تاني ونشتريه تاني يا جماعة بجد. ما يعني ما بقاش نقعد نجري ورا البراندات الجديدة بس. والله العظيم أنا صرفت عليها أُلُوفات وما بتجيبش نتيجة زي الحاجات القديمة بتاعتنا دي. طيب عشان ما أرغيش كتير، في اللي هي مثلًا دوف. دي كنت جايباها برضه في السعودية، أنا كنت جايباها دي من السعودية وكنت جايباها من مصر. الاتنين يعني ما حسيتش بفرق، الاتنين دول مش باحطّهم على وشّي نهائي، دول يا جماعة للرجلين أو الإيدين. ممكن أحطّهم على وشّي مثلًا ده مخفف، وده مثلًا ممكن أحطّه لإنه هو أصلًا خفيف لوحده في أضيق الحدود. لو أنا مثلًا السيرم بتاعي خلص، الكريم بتاعي خلص، اللوشن بتاعي خلص، باضطر مثلًا أحُط. لكن لا هو ولا إيفا بالجليسرين ولا إيفا بالعسل ولا إيفا بالخيار ولا إيفا الحاجات دي كلّها تتحط على الوش، يعني أنا ما أعتقدش الكلام ده للوش بصراحة. فده تاني كريم. ارجعوا يا جماعة استعملوه لإيديكم، وحتى ريحته حلوة والله، ريحة دوف اللي هي صابون الدوف دي، ارجعوا هاتوه تاني. خلاص؟ طيب، أنا كنت دايمًا باستعمل كريم اللي اسمه شان جل، ده بالنسبة لي روعة، روعة، بس غالبًا في الصيف يعني بيبقى إيه باستعمله أكتر. فأنا جيت لقيت الشتا داخل عليَّ، فقُلت إيه بدل ما أجرّب شان، ما أنا جرّبته قبل كده، طب ما آجي أغيّر وكده. فجِبت من ماركة اسمها اللي اسمها تيرسس دي، والله مش عارفة يعني بانطقها صح والّا غلط. أنا جرّبته قدّامكم في فيديو تاني، هو تقيل أوي ولونه أخضر شفاف برضه وجل وكل حاجة، بس هو تقيل يعني تقيل، حاسّاه تقيل أتقل من شان. وأمّا باحطّه على بشرتي بعدها بشوية ألاقي بشرتي نشفت جدًا. ما فيش أي ترطيب تاني يوم. الapplicator بتاعته بتطلّع كتير أوي. مش عارفة، يعني أنا ما حبيتهوش وقُلت هادّي له فرصة في الشتا، يعني إيه، حركة حلوة منّي يعني، اللي هو إيه باجامله يعني. بس هو أنا دلوقتي مش حابّاه أوي بصراحة. طيب، حاجة تالتة، فيتامين E ده، أكيد أنتم عارفينه. دوّة أو اللي هو مثلًا إيه في الشريط اللي هو فيتامين E فيه تركيز 1000 وفيه تركيز باين 500، الله أعلم التركيز التاني مش فاكراه أوي. ده باعتبره برضه مُرطِّب من ضمن المُرطِّبات، أو مثلًا عامل مساعد بيساعد أكتر في الترطيب ويدّي نضارة، وأنتم عارفين فيتامين E يا جماعة حلو للبشرة وكده، وباضيفه كمان للشعر، لوصفات الشعر. أنا دايمًا يا جماعة باعمل وصفات وكده، يعني إيه مش باخد الكريم مثلًا أجيبه من الصيدلية أو أجيبه من أي مكان واكتفي بيه كده، ممكن أعمل خلطة جديدة خالص من كذا كريم عندي، خلاص؟ فبالنسبة لي برضه ده على طول باعتبره من ضمن المُرطِّبات باضيفه على أي مُرطِّب عندي، حتى ضايفاه على hyaluronic acid الغلابة لو شُفت الفيديو، حلو جدًا. طيب، في كريم اسمه Eva Be White لقيته عندي برضه في الدرج. ده أنا جِبته، هو بيقولوا مُرطِّب، مُبيّض، يعني حاجات كده يعني إيه. بُص، ماشي ملمسه حلو وكل حاجة ومش تقيل، بس بُصّوا أمّا باحطه كده بيغيب شوية على ما البشرة بتمتصه، دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، يا سلام لو حطيتيه في الشتا بقى، هتلاقي وشِّك عارفين يعني إيه كلمة مِجَيّر؟
مجير، ولو مسحتي حاجه كده ولا كده هتلاقيه مجير وبينشف على وشك، وفي نفس اللحظه والله وشك بتلاقيه نشف وكون قشور كانه يعني مقشف كده. فوحش جدا جدا في الشتاء، وفي الصيف فظيع، بيعرق بشكل فظيع فظيع فظيع. فانت اوعي تجربي وتقولي مثلا اجربه واجيبه الكلام ده، اوعي تجيبيه نهائي نهائي. الكريم ده اسمه لونا، من اللي هي كانت المجموعه اللي هي بتاعت لونا، اللي هي للايد وللرجل وللقدم باين، وجبته. طبعا ملمسه برضو الملمس الايه اللي انا ما بحبوش ده، مش عارفه انت تشوفوه ولا لا. بصوا، اللي شاطره فيكم بقى تقول. ده يا جماعه بالنسبه لي فازلين. انتوا لو شفتوا درجي، انا عمري ما جبت الفازلين ده الا مره واحده في حياتي ايام الاعدادي، وعرفت ملمسه وعرفت طبيعته. حاجه من مشتقات البترول يا جماعه، لما بتحطوها على شفايفكم او على وشكم، دي حاجه بتكتم المسام جدا بالنسبه للبشره وبالنسبه للايد. ولو انا بحطه على بشرتي عشان ارطبها، والله العظيم بصحى الصبح الاقيها مليانه قشور، يعني بيبوظها اكتر. فبالنسبه لي برضو دوت، يعني هو قوامه اخف شويه من الفازلين، بس ما حبيتوش خالص ده والله العظيم. عندي بقى لي سنتين ما بيخلص. ايه تاني؟ الكريم ده اسمه آه ميبار. اه مويست ميبار، ده كنت جايباه، ده كريم طبي بصراحة يعني، فكنت جايباه وهو من الصيدلية. يعني ما عجبنيش خالص وتقيل، وكمان بقى ريحته ايه. بصوا، هنجرب على ايد التانية بقى. تقيل بشكل يا جماعة، بصوا بصوا تقيل ازاي. طب تعالوا نحطه على ايدنا. بيسيب ملمس دهني، دهني بشكل فظيع. بصوا الملمس الدهني اللي سايبه، مش عارفه ظاهر في الكاميرا ولا لا. بيسيب ملمس دهني قوي قوي، يعني لا بيكرهني في حياتي بصراحه. فده ممكن اعمل بيه ايه، ممكن اعمل بيه وصفه تانية ان شاء الله. طيب دول كلهم مش عايزه اقول لكم ترتيب فيهم يعني ايه. لما بيجي لي مزاج، او مثلا بشوف بشرتي يا جماعه عايزه ايه. عايزه مرطب تقيل شويه، عايزه فيتامين اي، عايزه مثلا شان حاجه زي شان جل، عايزه مثلا زي كريم ميبار ده بحط. سيرافي ده اصلا للجسم، يعني هو ده اصلا ايه، لايت هيدرا تنت حاجه كده. ده يا جماعه انا بستعمله فور دراي تو فيري دراي سكين، يعني للجلد الجاف والجاف قوي. ده بصراحه انا كنت بستعمله على الجسم، على الايدين، على الرجلين، على الكلام ده. وممكن كنت بستهبل، والله انا مش عارفه بتحط على الوش ولا لا، بس كنت ساعات بستهبل انه ملمسه خفيف احطه على وشي، بس مش كتير بصراحه يعني. اخر حاجه توصلت لها بصراحه وعجبتني لوشن اسمه زينكو ديرم. اللوشن ده اللوشن ده يا جماعه ظريف قوي. هو اصلا الماده اللي فيه اكسيد الزنك. عارفين طبعا الزنك مفيد جدا للجلد. آم، بس هو بصراحه مخصص في حالات معينه، لو عندك حكه، اتعرضتي للشمس، جلدك ملتهب، حاسه ان انت عايزه تهرشي، جلدك فيه اللي هو احمرار، الحاجات دي كلها اللوشن ده حلو جدا جدا ليه. انا برضو يعني بستهبل كده وبحطه، مش شرط ان انا اكون وشي ملتهب او حاجه. ملمسه حلو قوي. بصوا، هو بس عشان الشتا فايه بينزل بصعوبه شويه. بصوا، بصوا ملمسه عامل ازاي. بصوا ملمسه خفيف. هنحطه بقى فين، نحطه فين؟ على ايدي مثلا، في ثانيه. خدتوا بالكم انه في ثانيه اتشرب. بصوا يا جماعه، ما تعملوا ايديكم، بيعملوا من هنا كمان، لان عشان برضو لما تيجي تسلموا على حد تبقى ايدكم ايه ناعمه من جوه كده، مش من هنا بقى سندريلا، ومن هنا جعفر، ما ينفعش. بصوا بيدي نضاره، انا عمري ما شفت يعني حاجه بتدي نضاره للايد. بيدي نضاره وبيدي مفيش اللي هي التلزيقه دي. خلي بالكم انا حاطه كريمين او ثلاثه هنا، فممكن تلاقي تحس ان في ستيكي شويه. هو الواحد ما بيعملش الملمس ده خالص، ما بيلزقش، ما بيخليش الجلد ملزق كده ودهني والكلام ده. تحس ان ايدك يعني بعد ما تحطيه ب5 دقايق تحس ان انت ما نسيتي ان انت حاطه اصلا، من كتر ما هو بيشرب. فانا بالنسبه